محمد الترك يفضح شقيقة طليقته دنيا باطمة إيمان بخطوبتها من أيوب حمي. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب لهذا الفيديو. فبعدما أحدثت الشقيقة الصغرى الفنانة المغربية دنيا باطمة جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب حذف صورها بجانب خطيبها، وأثارت إيمان باطمة شكوك المتابعين بشأن علاقتها بخطيبها أيوب حمي الذي ربطتها به علاقة حب قوية تكللت بخطوبة. وبعدما لاحظ كذلك نشطاء موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اختفاء صور إيمان باطمة وخطيبها عن حسابها بالموقع ذاته، فيما احتفظ أيوب حمي بالصور على حسابه. وبعد ذلك تساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب فسخ خطوبة، رغم أن الانسجام والتفاهم كان يظهر عليهما، خاصة وأن علاقتهما ليست بالجديدة، فهما حبيبين لمدة طويلة. ودخل محمد ترك على الخط ومن خلال صفحة انستغرام تقول بأنها تتواصل مع بابا الترك كما يسميه، كاشفا السبب حقيقي حسب رأيه، حيث أكد بأن محمد ترك قال بأن عائلة باطمة لم تكن منذ البداية ترغب في أيوب حمي زوجا لإيمان بسبب الفقر، وأن عائلتهم ليست بالغنية ولا المعروفة. وهذا ما جاء في ستوري التي نشر على هذه الصفحة. بنت عم إيمان باطمة فسخت خطوبتها، مسحت جميع الصور مع خطيبها أيوب. كان قالها لي بابا الترك باللي عائلتها ما بغوهاش لي حيت فقير. وقد أثارت هذه الستوري موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل من طرف الرواد، معلقين بأن الترك لم يعد يعمل شيئا في حياته إلا تتبع أخبار دنيا باطمة وعائلتها، مضيفين أن إيمان قبل الخطوبة كانت تعرف من هو أيوب ومن هي عائلته، لذلك استبعدوا أن يكون هذا هو السبب الحقيقي.